اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الاناليسيز. النهارده هنعمل نظرة مختلفة او متخلفة على اعلانات رمضان 2023. دلوقتي يا جماعة احنا بقالنا يومين ثلاثة الفنانة الاستاذة شيرين رضا تطلع علينا. مرة طلعت علينا في فستان اصفر قالت لنا اتقل، وبعدين تاني مرة طلعت علينا في فستان احمر اللي هي تاني مرة وهي داخلة علينا. قلت هتقول بقى قامت قايله اتقل ايه؟ ما انا تقلان خلقه، بالذات بعد الفطار انا ببقى تقلان. فحضرتك ليه البرومو التشويقي؟ ما حضرتك تطلعي تقول لنا ايه المنتج على طول ونخلص. انا خايف في الاخر هيطلع اعلان شاي. نيجي بعد كده للكبير للنجم عمرو دياب في اعلان ماجيناتشي. طلع علينا ايه بقى؟ الله، يا سلام يا سيدي. انا عايزك الاول اول حاجه تقول لي هم كام تعالى في الاعلان. ما فيش مشكله واحنا هنيجي والله يا استاذ عمرو، والله ما فيش. هات فلوس مواصلات. جت وراه الاستاذه روبي قامت قايله لنا استنى 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 عايزك رايق هادي فريش. استنى 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 حلوة ضحكة بصوتك رنة يجود يحلى ومرنة. لا دلوقتي يا استاذه روبي الهضبه، وهو بعدين الراجل ليه شأنه بصراحه وليه مقامه قال لنا تعالى وحضرتك قلت لنا استنى. فمعلش ممكن تصطفوا انتوا الاثنين. نعمل احنا ايه دلوقتي؟ احنا موقفنا ايه؟ هنبص بعد كده على اعلان جميل كله حب ورومانسيكيه. ثانيه واحده. حد عايزاكم يا جماعه؟ بجد؟ كان النصيب الصغير. لا حاجه ده فيديو كليب. ده فيديو كليب والله. حاجه جميل. العيال كاتبه في الكومنتات بقى انت ما اتجوزتهاش ليه؟ ما انت حضرتك مش تتجوزها؟ في اخر اللي سابه بقى هو من ده كومباوند مش مهم، بس اتجوزها. نيجي بقى نبص بعد كده لاعلان عم الدنيا عم حماقي. انا وصلت خلاص بس مش شايف. أنا في ظهرك. خلي بال حضرتك انا في ظهرك دي يعني هي تعني كذا معنى. يفضل يعني صبرت. هاي ساندي. حماية. أكيد. خلي بال حضرتك هنا هي قال لها هاي، قالت له ساندي. حماية قالت له اكيد. فاهم انت طبعا انت لو رحت تشتري شقه ما حدش هيبقى عارفك هناك اساسا. ده حماقي راح يشتري شقه. ما احكي لك عن مشروع ذا بروكس والاوبشنز اللي موجوده. ما تحكي لي بقى انت نفسك في ايه؟ بتحب ايه؟ بس انا هقف هنا. هو سرح طبعا حماقي وقال لها بقى المواصفات بتاعت الكيماوي اللي هو عايزها. انت بقى لو انت في مكانه بقى انت بتشرح، انت هتسرح بقى. الله انا هشطبها ازاي؟ طب والعمال هيجوا يشربوا شاي ومش ايه؟ احلامنا مختلفه يا حماقي. نيجي بقى للاعلان اللي بعد اللي هو انت ما بتبقاش فاهم هو في ايه في ايه يا اخوان. حد يجاوب ثانيه واحده. ايه ده يا جماعه؟ وماله هو ما فيهاش حاجه. هو عمر كمال هو بيقول لعم عباسط يابا، بيقول له يابا. قال له بقول لك ايه يابا، في لقمه حلوه. قال له لا لقمه حلوه يعني ايه اعلان؟ قال له لا لقمه حلوه بجد، يعني احنا هنروح ناكل لقمتين ونعمل اعلان والدنيا هتبقى زي الفل وهتقضى مع شغال يابا. يلا شغال يابا. يجي بقى للاعلان اللي بعد كده. او انت برضو ما بتبقاش عارف فيه ايه، فانت بتقول برضو فيه ايه يا جماعه، وبعدين انت ما بتبقاش مستوعب دي الكاميرا خفيه ولا دي الكاميرا في الملعب ولا ده هو ده ايه، ما ده ولا ده اعلان جوه الاعلان. سقعها ولا سخنها؟ سقعها سخنها اند كات. لا كات دي ما لا ما دي المفروض كانوا هيقصوها في المونتاج وبعدين ما. هو ده ايه يا جماعه؟ معلش الفكره جت منين؟ نيجي بعد كده الاعلان بتاع وي والاستاذه دنيا سمير غانم. طبعا دنيا يعني موهوبه وفنانه وشاطره طول عمرها يعني، وعملت الاعلان ثانيه واحده. هوبا يا سلام. يا لهوي. طبعا هي الاغنيه صعبه. رمضان رمضان انا بحاول اتمرن عليها. طبعا اللي اغلبيه الستات والبنات لما اتفرجوا على الاعلان ولا همهم بقى بلاوي بلامي. انت خسيتي ازاي؟ نيجي بعد كده برضو الاعلان تاني اللي هو برضو اول ما بيتعرض انت بتقول فيه ايه يا ولاد؟ ثانيه واحده. في ناس بتجري ببيجامات في ايه يا كابتن؟ في ايه المأمون من اللي في ايه؟ بس هو برضه انت لما تيجي تفكر ما هو اعلان مراتب يعني الناس هيعملوا ايه؟ بس انا كنت عايز اغير الجينجل. مأمون مأمون. هننتقل بعد كده لاعلان الاستاذ حسين فهمي
كوتونيل. طبعا انت لما تيجي تفكر في الاعلان برضو، معلش هم ادوا له كوتونيل ميرسيريزيه، يعني ما ادولوش كوتونيل العادي، يعني ما عملوهوش معامله الكابتن مجدي عبد الغني ولا مثلا ميسي حمدان، لا هو ادوا له ميرسيريزيه، لازم برضو ايه يعني انت فاهم. وبالنسبه لي السنه دي يعني احسن اعلانين او ثلاثه انا شفتهم، اعلان محمد صلاح وعمرو دياب بتاع فودافون، اعلان حلو قوي يعني، ده الاعلان ده عجبني بصراحه. والاعلان بتاع بنك فاب اللي هو بتاع النادي الاهلي، مش عشان انا اهلاوي والله ولا حاجه، بس الاعلان فعلا فكرته حلوه وكرييتيف، وفي شغل جرافيكس كتير بس مش باين قوي، يعني الاعلان كويس كمضمونه حلو. والاعلان بتاع اتصالات، يعني انا بحب اصلي عمر خيرت قوي، بس انت تحس ان ايه الاعلان فيه شيتوس بالمربى، يعني انت في ويجز وعمر خيرت وحسين شحات وقفشه، يعني انت مش فاهم في ايه، بس الاعلان اوفرول حلو. دي كانت نظره حتى الان، لو طلع اعلانات تانية في رمضان هنبقى نتكلم عنها ان شاء الله. شكرا، سلام عليكم.